السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم اليوم بغيت نعطيكم معلومات ديال القنصلية المتنقلة اللي غادي تكون في أورلاندو إن شاء الله. غادي تكون نهار لو 28 و لو 29 جونفي، وغادي تكون بالضبط في الأدريس التالية: 11951 International Drive Suite 200 أورلاندو 32821. هاد الادريس بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش هنايا في اورلاندو اولا في كيسيمي. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا اورلاندو وكيسيمي، البلازا اللي فيها الحمام واللي فيها مركز راه بالضبط كاين فوقهم كاين واحد البيرويات، واحد الاوفيسز تما ان شاء الله غادي يكونوا تكون القنصليه المتنقله. وغادي تكون يوم السبت 120 يناير والاحد 29 يناير من 9 ان شاء الله حتى الخمسة ديال العشيه باذن الله عز وجل. اليوم غادي نبداو بلاكارت ناسيونال وغادي نهضروا على الباسبور، حيت الاغلبيه ديال الناس اللي غادي يجيو للقنصليه المتنقله غيجيو ان شاء الله باش يغيروا لاكارت ناسيونال حيت قادات، اولا غادي يجيو على الباسبور ديالهم حيت قادا. غادي نبدا بلاكارت حيت قبل ما دير الباسبور غادي تخصك دير لاكارت حيت هي الاولى، ديما لاكارت هي الاولى. غادي نبداو وغادي ندخلوا للويب سايت وغادي وي غانا ميك ات فيري سامبل اند ايزي. ملي كتدخلوا للويب سايت كديروا بعدا www.consula.ma www.consulate.ma. سامبل كتدخلوا لهنا وكتمشيو للبيرسونال دوكيومنت. if you want الا بغيتوا ديروا العربيه وتسهلوها كاع باش نسهلوها على الجميع، غادي نمشيو للعربيه وغادي نهبطوا داون هير وغادي نديروا الوثائق الشخصيه. سهل. الوثائق الشخصيه اول حاجه غادي نلقاوها هو التسجيل القنصلي. هاد التسجيل القنصلي جاوني بزاف ديال الاسئله عليه. كاين شي ناس تيقول لك واش خصنا نصيفطوه للقنصليه واش خصنا نو. التسجيل القنصلي كتعمرو وكتجيبو معاك حيت التسجيل القنصلي مهم جدا. كاين ناس تيقول لك انا تسجلت في القنصليه ديجا، ما تيهمش. اخر مره سجلتي في القنصليه يمكن عطيتيهم معلومات اللي ما كاينينش دابا، مثلا بدلتي الدار ديالك، رحلتي، تزوجتي، ولدتي. هاد التسجيل القنصلي غير كتجدد المعلومات اللي عطيتيهم من قبل. يعني اي واحد غادي يدير التسجيل القنصلي. الا دخلتي لهنا التسجيل القنصلي وهبطي all the way down غادي تلقى ما يسمى بمطبوع التسجيل. غتبارك عليه هذه هي الورقه اللي اي واحد جاي نهار السبت او الاحد غادي خاص تكون عنده. عمروها، جيبوها واجده باش ما تضيعوش الوقت، باش ان شاء الله تجيو دغيا وتمشيو بحالكم دغيا. هذه من جهه. نرجعوا بحالنا لهنايا وغادي نهبطوا وغادي نلقاو طلب الحصول على البطاقه الوطنيه، تجديد بطاقه التعريف الوطنيه. كما قلنا الاغلبيه ديال الناس اللي غادي يجيو نهار السبت والحد غادي يجيو باش يديروا تجديد البطاقه الوطنيه. هنا تيعطيوكم بالضبط شنو كيقول لك في حاله انتهاء مده الصلاحيه اولا في حاله تغيير العنوان. كيعطيوكم بالضبط شنو بغيتوا ديروا. وملي كتهبطوا نيشان كتلقاو النصوص التنظيميه، كتلقاو كاع المعلومات اللي غادي تبغيو كتلقاوها هنايا. حنا اللي كيهمنا هو في حاله انتهاء مده الصلاحيه غادي تحتاجوا شهاده التسجيل القنصلي اللي هضرنا عليها عاد دابا، وغادي يخصكم صورتان شخصيتان، جوج ديال التصاور باش نسهل عليكم ما تشوفوا لا عبار لا والو. غتمشي للسي في اس ولا غتمشي للوالغرينز وغادي تجيب جوج ديال التصاور ديال الباسبور and you make it very easy and simple. وكتعطيهم البطاقه الوطنيه القديمه الا كانت عندك. الا كان ضاعت لك ولا راه غتجي للويب سايت وغتلقى في حاله التغيير او الضياع او السرقه راه تيعطيوك المعلومات اللي خاصينك. دابا هنا سالينا من لاكارت ناسيونال غادي نمشيو للباسبور. ملي كتجيو لهنا كتلقاو الحصول على جواز السفر البيومتري، اولا تتبع طلب الحصول على الجواز، اولا سحب الجواز، اولا غادي نمشيو للحصول على جواز السفر البيومتري. ملي كتهبطوا كتلقاو تقديم، كتلقاو الاجراءات وكتلقاو الوثائق المطلوبه. في الوثائق المطلوبه راه كيعطيوكم بالنسبه للراشدين، بالنسبه للبالغين تحت الوصايه، بالنسبه للقاصرين الا عندك وليدات غادي تصوب لهم باسبور، وبالنسبه للقاصرين دون سن 12 عام. حنا اللي كيهمنا الان هو بالنسبه للراشدين غادي خصكم تسجيل القنصلي ويكون حديث بعد تحيينه، يعني التسجيل القنصلي يكون جديد. خصكم بطاقه التعريف الوطنيه ساريه الصلاحيه كتكون فيها الاصليه وكتجيب الاصليه خصها تكون عندك، وكتجيب نسخه. هذا الا عندك لاكارت ديجا مصوبه او نسخه من وصل ايداع طلب او تجديد البطاقه الوطنيه. لنفرض انت يلاه جيتي باش غادي تبدل كتجيب معاك داك الروسي ديالها.
عندك صورتان شخصيتان حديثتان، جوج تصاور ديال الباسبور من سي في اس ولا والغرينز، وغادي خصك تجيب الباسبور ديالك القديم. هادشي لحد الان باين. الا هبطنا لتحت غادي تلقاو بطاقه التسجيل اللي هضرنا عليها قبيله، اللي هي هذه لي ماتريكولاسيون. وكما قلت لكم اي حاجه بغيتو ديروها غادي خصكم بطاقه التسجيل، وغتلقاو مطبوع طلب جواز السفر. خصكم ضروري تعمروا هذا المطبوع وتجيبوه معكم معمر وواجد باش تسهلوا عليكم المأموريه. هادو جوج ديال الامور اللي مهمين بزاف، اللي هما لاكارت والباسبور. دابا غادي ندوزو الامور اخرى اللي فيها الحاله المدنيه، وكاين امور اخرى. غادي نرجعوا للويب سايت، غادي تلقاو هنايا كما قلنا الاسره والزواج، غادي تلقاو كاع المعلومات اللي بغيتو. خليني نوريكم دقه دقه كيفاش غادي نمشيو مع التسجيل الولادات في الحاله المدنيه وامور اخرى. منين كندخلوا للاسره والزواج، اول حاجه كنلقاو هي تسجيل الولادات في سجل الحاله المدنيه والدفتر. خصكم تعرفوا واحد المساله، بان الحاله المدنيه راه ما كتصوبش هنا. اي واحد بغى يصوب الحاله المدنيه خصو يصوبها في المغرب. بزاف ديال الناس تيقول لك جاي نصوب الحاله المدنيه، راه غتعذبوا راسكم، ما كيصوبوش الحاله المدنيه هنا ولا في اي بلاد اخرى من غير المغرب. يعني اكثر ما يقدروا يديروا هاد الناس هما يديروا لك وكاله باش انت تعطي داك الوكاله لشي واحد اخر يشوف لك الحاله المدنيه. باش تسهلوا على راسكم الامر، هذه غير نصيحه، غتسهلوا على راسكم الامر، خذوا الحاله المدنيه من المغرب وملي تجيبوها لهنايا سجلوا الوليدات ديالكم، حيت كنظن الامر كيكون اسهل هكا الا سجلتوهم هنايا. المهم كما كتشوفوا دخلنا للجهه ديال تسجيل الولادات في سجل، او تسجيل الولادات في سجل الحاله المدنيه والدفتر العائلي. ملي كتهبطوا كتلقاو بالنسبه للطفل المولود لاب مغربي، بالنسبه للطفل المولود لام مغربيه واب اجنبي، وهذه جديده. بالنسبه للطفل المولود لام عازب كتلقاو كل شيء هنايا، وهنا مطبوع تصريح بالولاده. الا بركتوا عليه مره اخرى غيخرج لكم المطبوع اللي من الاحسن عمروه قبل ما تجيو للقنصليه باش تجيو ان شاء الله واجدين. نطلعوا غادي نشوفوا بالنسبه للطفل المولود لاب مغربي، خصكم تسجيل القنصلي المتعلق بالوالدين الا كانوا مقيمين داخل الدائره القنصليه. خصك الدفتر العائلي او دفتر التعريف والحاله المدنيه المغربيه، يعني خص تكون عندك الدفتر ديال الحاله المدنيه معك، النسخه الكامله من رسم ولاده الطفل. خصك عقد ازدياد ديال الوليد، مثلا الا كان هنايا كتجيب العقد ازدياد ديال ميديكان، خصك نسخه موجزه من رسم الولاده لام الطفل، او نسخه من الدفتر العائلي المغربي للزوجه، او بطاقه التعريف الوطنيه، يعني وحده من هاد ثلاثه. نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه للاب، وعقد الزواج الاصلي زائد نسخه، يعني دير فوتوكوبي لعقد الزواج ولكن جيب معاك الاصلي باش يعرفوه انه نسخه طبق الاصل. وخصك بطاقه التعريف الخاصه بالمصرح. هذا الشيء هذا اللي غادي تجيبوه ان شاء الله، غادي تجيبوه مع مطبوع تصريح بالولاده، وغادي تكون ان شاء الله الامور سهله، وغادي يسجلوا لكم الوليد ولا البنيته ديالكم. بالنسبه للطفل المولود لام مغربيه واب اجنبي، كما قلت لكم هذه الحاله هذه جديده، كتجيبوا شهاده الجنسيه بالنسبه للاشخاص المولودين قبل 2 ابريل 2007. التسجيل القنصلي بالنسبه للام اذا كانت كتعيش داخل الدائره القنصليه، النسخه الكامله من عقد ازدياد ديال الطفل، النسخه الكامله من رسم الولاده ديال الام او بطاقه التعريف الخاصه بها، وبطاقه هويه او اي وثيقه تثبت نسب الاب، وعقد الزواج الاصلي مع النسخه. كيقول لك ان وجد، ولكن في الغالب غادي يخصكم، ولكن ان وجد يعني راه كاين استثناء، يقدر يكون استثناء. وبطاقه التعريف الخاصه بالمصرح، واكيد غادي تجيبوا المطبوع ديال التصريح بالولاده. هادو الحالات اللي هضرنا عليهم الان. قدنا حاله واحده هو بالنسبه للطفل المولود الاب عازب، الام عازبه، وبالنسبه للطفل المولود خارج اطار الزواج هما الوثائق كما كتشوفوا تقريبا نفس الشيء. غادي نخرجوا الان وغادي نهضروا على الحاله، اخر حاله غادي نهضروا عليها واللي هي الوكاله. اول حاجه خصنا نعرفوا في الوكالات هو ان ما بقاتش كتعطى وكاله عامه، حيت حنا كنا كنعرفوا العاده هو ان كدير وكاله عامه وكتصيفطها للمغرب وهما كيتكلفوا بكل شيء. دابا كاين جوج ديال الانواع ديال الوكالات، كاينه وكاله عدليه ووكاله اداريه. الوكاله العدليه كتكون المهام
عدليه كما كنقولوا، خاصه بالبيزنس، خاصه بامور عديده. والوكاله الاداريه خاصه باي حاجه كتعلق بالاداره، غيجيبوا لك شي حاجه اداريه كيمشيو كيستعملوا داك الوكاله. غير هو بغيت ننصحكم ان اي واحد بغى يدير وكاله غادي خصو يمشي لهاد الايميل اللي غادي نوريكم الان. ها هو راه داروا واحد الايميل خاص باورلاندو اللي هو كونسولا، انتم كتشوفوا هنا .orlando23@gmail.com consula.orlando23@gmail.com. هذا الايميل خاص بهذا الايفنت هذا. غير هو الله يجازيكم بخير، غادي يخصكم تصيفطوا ايميل للقنصليه قبل نهار الخميس، صيفطوا ايميل مفصل ديال الوكاله اللي باغيين، وهما غادي يجاوبوكم وغيتواصلوا معكم فيما يخص الامور الاخرى، لي ديتاي او لا. ولكن صيفطوا لهم ايميل بداك الشيء اللي باغيين ديروا بالضبط. علاش داروا هذه القضيه؟ باش تسهل على المواطن المغربي الطاش ديالو، باش يجيبوا معاهم الوكالات واجدين، باش ملي تجي لهنا ما يضيع لكش الوقت. غير غادي تجي جيب البطاقه الوطنيه ديالك، جيب الامور اللي كتبين على انك انت، وغادي يصوبوا لك الوكاله ديالك، وغادي يدوز داكشي ان شاء الله خفا زربا كما تنقولوا. مهم كما كنظن اليوم درنا، حاولنا نشوفوا كاع الامور اللي كتخص لاكارت، الباسبور، الوكاله، والتسجيل ديال الوليدات. الى عندكم شي اسئله خليوهم لنا هنا في الكومونتير، وان شاء الله بحول الله غادي نقدروا نجاوبكم عليهم. شكرا جزيلا لتتبعكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على موضوع القنصليه المتنقله باورلاندو. السلام عليكم، تحياتي للجميع.